هلو ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. فيديو النهارده مختلف شويه او شويه 2 3 4 5 6 غير نوعيه الفيديوهات اللي انا بقدمها خالص يا جماعه. بغض النظر عن الشكل اللي حواليا والحاجات دي، احنا عندنا لسه الشقه ما جهزتش، لسه بنوضب فيها لحد دلوقتي، فاحنا عندنا البيت كله مبهدل يعني. فما تشغلوش بالكم باللي حواليا وخلينا اركز في فيديو النهارده. فيديو النهارده انا قررت ان انا اجرب الاكل الروسي واطلبه واشوف هيوصل معايا في قد ايه. هو الاوردر بالفعل وصل وانا قطعته علشان كنت عايزه اشوف يعني في الحاجات اللي انا طالباها ولا لا. اخد معايا وقت قد ايه؟ اخد معايا حوالي 45 دقيقه، ودي اكتر حاجه ضايقتني الصراحه لاني اخد معايا وقت طويل قوي. بس مش مهم، المهم ان احنا دلوقتي هنجرب ونشوف ايه الطعم وايه الدنيا وايه كل ده، ونشوف الدنيا وايه كل ده. بس قبل ما نبدا طبعا ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، وكمان ما تنسوش تعملوا لي فولو على الانستا، ما تنسوش تعملوا لي فولو على الفيسبوك لان في كميه فيديوهات كتير جايه. مش هطول عليكم، يلا بينا نبدا الفيديو. مبدئيا كده هما قافلينه هنا، مدبسينه يعني. بصوا هما عاملين كده مدبسينه، متشغلوش بالكم، هو سيري طول ما في اكل يبقى هو لازم يكون موجود. ما علينا، المهم عندنا اول حاجه هي بطاطس بس مجهده شويه. هي حقيقي بطاطس مجهده شويه. دي بطاطس اهي عاديه يعني، حطها كده. انا هقطع الكيس ده بقى عشان اقرفه. وبعدها حاجه طلبتها اسمها زاكريتا بيتزا. زاكريتا بيتزا ده شكلها، انا لسه هفتحها معاكم دلوقتي. وادون اللي هو نودلز، مكتوب عليه نودلز. وكمان حاجه غريبه عجيبه قوي اسمها سوب ترانتون بالفراخ تشيكن. فحاجات غريبه صراحه. اول حاجه تعال نبدا يعني مبدئيا كده. تعالوا اول حاجه نشوف المنظر. بصراحه انا ما عجبنيش التخفيف، يعني التقفيل ايه ده وعاملينه بدباسه يعني. بصراحه ما عجبنيش خالص المنظر ده، فيري باد يعني. ايه القرف ده؟ فما عجبنيش. بس الطعم انا لسه ما اعرفش، فلسه هنجرب مع بعض وكده ونشوف ايش. متحمسه وفي نفس الوقت خايفه، فتعالوا نجرب ونشوف ايه الدنيا وايه الوضع ومش عارف ايه وكده يعني. تعالوا اول حاجه متحمسه. البطاطس دي هنخليها في الاخر يعني. بصوا اهو شكل البطاطس. طبعا بعتلي 4 مناديل بالظبط، والشوكه والمعلقه بالشكل ده. يعني رغم ان انا بحب اكل النودلز دايما بالعصيان، فعشان كده بما ان انا عندي في البيت، لاني انا بعشق حاجه اسمها عصيان بالنودلز، فهجيب العصيان اللي موجوده عندي في البيت وهاكلها انا، لاني ده يعني مش عارفه ايه ده. دي معلقه للشوربه، اوكي مفيش مشكله. بس ايه ده؟ انا ما بحبوش النودلز يبقى المفروض يحطوا اوبشنز تاني لان عشان اعرف انا اكله يعني. اوكي ممكن ناس بتحب تاكله كده، بس انا ما بحبش اكله كده يعني. اوكي تمام، نكمل. انا جبت عصيان النودلز اهي، دي العصيان اللي بحب اكل فيها الصحيه. فانا متحمسه اني اول حاجه حابه اجربها وهي النودلز. انا بعشق حاجه اسمها نودلز، بس الفرع ده او المكان ده انا اول مره اجربه، فعشان كده متحمسه جدا ان اجربه واعرف شكله على الاقل. انا لحد دلوقتي ما فتحتوش، متحمسه. هو سخن ومش سخن يعني، ممكن نقول بس دافي. وصل في 40 دقيقة او دافي يعني. ممكن نقول ان هو لسه معمول، ممكن لان هو لو متسخن اكيد هيبرد يعني. تعال نفتح مع بعض كده العلبة الاول. هاي بصوا، اولا هو مش كتير. اولا بصوا شكله، مش عارفه اذا كان باين ولا تقريبا كده باين. اولا هو مش كتير. ثانيا انا كنت طالبه ادون يعني، لو مش شكل المكرونه دي خالص، مش دي خالص. انا دي ما بحبهاش اصلا. مفيش صوص يعني، انا حاسه ان الصوص اصلا مش موجود. بس تعالوا يعني ما ننسقش الظن فيهم ونقلب الاول. بصوا انا شايفه هنا في فراخ
وكمان مكرونه، فاصوليا بالشكل ده، جزر، سمسم يعني شو فور شور سمسم. بصوا ده الحاجه. الصوص طبعا حاسه مش موجود، بس تعالوا ما نسبقش الاحداث ونجرب ونشوف طعمه عامل ازاي. انا بحب الصوص صوص دي فراخ. انا بحب كل حاجه. بصوا المشكله حاسه مش مهتم. دي فراخ. المشكله انا حاسه ما فيهوش اي طعم، يعني لا فيه ملح ولا فيه فلفل اسود ولا في اي حاجه، يعني انا حاسه ما فيهوش طعم. بدايه مش مبشره خالص. ما علينا، ونشوف طبق تاني. طبعا انا متحمسه جدا 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 اني اجرب معاكم الشوربه، رغم ان انا خايفه جدا جدا بصراحه نجرب. بصوا هي جت اولا بالشكل ده، ثانيا تعالوا نفتحها. ياي. بصوا هي دافيه دفايا برضو، مش سخنه ومش برد. ده شكلها مش عارفه كنت اوريها لكم. اوكي ده شكل سيري اطفالي. طيب بصوا دي عباره عن رز وفراخ ومشروم بس. تعال ندوق ونشوف يعني الانبهار او نشوف الطعم. بصوا لحد دلوقتي مش حاسه ولا حاجه طعمها حلو. هي مش عارفه، بس بعد ما دقت النودلز ودي اكتر حاجه بحبها انصدمت، حاسه اني مش عايزه اجرب حاجه تاني، بس forever يعني whatever. يا جماعه طب جامده جامده جدا جدا جدا، والرز مع الشوربه والمشروم والفراخ جامد جامد. عارفين هي فيها لذة كده غريبة، زي كأنها بس فيها نسبة حرارة. طيب بعد كده انا حابة اجرب اللي هو ذا كريب بيتزا. ايه ذا كريب بيتزا ده يا شباب؟ بيبقى عبارة عن ساندوتش زي كده شبه الكريب ممكن نقول كده يعني، وبتبقى بيتزا محطوط فيها كل مكونات البيتزا بالشكل ده، بس بتتقفل بالشكل ده تبقى كده. انا جايباها بالفراخ. طبعا مش متحمسه قوي لشكلها. ايه ده؟ انا الساندوتش ده مستحيل اكله يعني. ده ممكن النودلز ممكن لان هي ما فيهاش توابل، انما دي حاطين كاتشب ومايونيز بعدين خالص، وباردة جدا 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 جدا، يعني كأني معمولة ليها اكتر من 3-4 ساعات. طيب نشوف البطاطس. هو بالشكل ده اخر حاجة معانا. انا حاسة يعني باين كده على شكلي ان انا حاسة اني مصدومة اوي واتضايقت. اوكي ده شكل البطاطس بالشكل ده. طبعا هي باردة طبعا يعني انا ممكن اتخيل ان الاتنين دول معمولين متأخر مثلا، فمش عارف، مش متحمسة برضه. تعالى نشوفها. بطاطس باردة بس فيها ملح، بس باردة شكلها بشكل بس تتاكل، يعني دي تتاكل، ده يتاكل، ده يتاكل، ده يعني انا حاسه اني جبت ساندوتش عيش عملت كاتشب ومايونيز عليه
وباكل. تجربة الساندوتش ده انا مستحيل اجيبه، رغم اني الساندوتش ده انا برضو بحبه، يعني هو الزكريتو بيتزا ده مفضلين عندي، بس بعد ما طلبته في المكان ده انا حاسه اني خلاص بقي من الوجبات الغير مفضله عندي، يعني نو واي مش هطلبه تاني. بس كده وكده يكون خلصت فيديو النهارده. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، وكمان ما تنسوش تعملوا لي فولو على الانستا، ما تنسوش تعملوا لي فولو على الفيسبوك. مش هطول عليكم طبعا، بحبكم كتير جدا جدا، يا ريت طبعا تدعموني زي ما انتم شايفين، يعني كلفت وصرفت، فيا ريت تدعموني وتعملوا شير كتير قوي للفيديو عشان صحابكم هم كمان يشوفوه، وقولوا لي حابين تجربوا ايه في روسيا، ودي كانت من جزء من الاكلات اللي موجوده في روسيا. يلا باي باي.